السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معنا فيديو جديد النهاردة. هنبتدي اول ما نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك. النهاردة صحيت الصبح كده الساعة 7 الصبح، رحت السوق بتاعنا عشان الحق المصارين والحق الكوارع بتاعتنا ديت. المصارين كانت الكيلو ب180 جنيه، والكوارع كانت ب370. وانا راجعه جبت بقى افطر للولاد كده، جبت لهم سندوتشات فول وطعميه، وجبت ربطتين نعناع عشان لزوم الشاي بقى وكده، وجبت ربطتين جرجير. قلت ما نفطر كده، حتى ما قلعتش العباية السمرا بتاعتي اهيت. الواد كانوا عمالين يقولوا جعانين. قلت لهم ماشي حاضر. ف قلت انضف الجرجير بسرعه كده وانا لابسه العبايه، واعمل كنت معلقه عشاء على النار عم انضف الجرجير وناكل كده. وبعد كده نروح نشوف بقى المصارين والكوارع اللي احنا جبناهم دول لزوم العيد. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات كل سنه وانتم طيبه. نعيد على بعض كده. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، ويفرج هم كل مكروه، كل واحد عنده كرب يا رب، ويبقى عيد سعيد علينا جميعا. اللهم امين. انا بنضفت، كانوا هما ربطتين، كانوا ربطتين دول ب5 جنيه. كان صراحة شكله حلو، وكان لسه شكله طازة كده. قلت اما اجيبه، انتوا بتنضفتش لأي ورقة مش كويسة فيه، مش لونها اخضر. هو كان تقريبا والله كله نضيف وجميل، مفيش الا ورقتين تلاتة اللي في على الجنب دول. هنضف بقى مكان ما عملت. واروح اغسله. وهنا كنت معلقة عشاء على البوتاجاز اليمة التانية، مرضتش اصوره معاكم يعني، ده شاي عادي. ورحت عاملة شاي، وابني كان ابني التاني مرضيش يشرب، قال لي بعد الافطار يا ماما هعمل كوباية نعناع لانه كان عنده برد. هنا بقى جبت المخلل دوت، كان عندنا من كنت شارياه قبلها بيومين. اجي اطلع شوية كده مع الاكل. هنا صبيت الشاي بتاعنا اهوت. الابيض دوت عشان بنفتح على المخلل، والولاد ما بيقفلوش العلبة كويس، بس هو مش بايظ. هروح اغسله على الحوض اهوت. هروح اغسله، الابيض اللي عليه ده هيروح، بس هو ما كانش بايظ ولا حاجه، وكان طعمه حلو. هنا غسلت اهوت. ابني هناك اهوت خد مني الطبق. جبت دي سندوتشات طعمية، يعني بنحب الطعمية اكتر من الفول صراحة. ده راجل طلع حاطط مخلل اهو، ما يضرش برضه. هندلقه في العلبة اللي هناك مش هيقول لا. جبت الصينية بتاعتنا المعتادة المحترمة، جرجير. وبعد تقريبا وانا بفطر قمت تاني رحت جبت بصلاية. الفطار بتاعنا هنا بقى قصة الجرجير. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يا جماعة عشان يوصلكوا كل جديد. ده كان الفطار بتاعنا.